ومن أخبار ال 5G لأخبار ال SASE وال SSE. ولأن الموضوع جديد نسبياً فزتونة النهاردة هتبقى عن ال SASE وال SSE والفرق بينهم وحاجات تانية كتير. أنصحك تسمعها قبل ما تكمل الأخبار، وبفرض إنك اوريدي سمعتها فيلا بينا على أول خبر من تليفونيكا، واللي أعلنت عن الشراكة مع Zscaler وتقديم خدمات ال SSE أو ال Secure Service Edge اللي اتكلمنا عنها في الزتونة من خلال زراعة تليفونيكا للمانج سيكيورتي سيرفيسز المسمى تليفونيكا تك. الخدمة اسمها Secure Edge Service، واللي من خلالها تليفونيكا بتستخدم خدمات Zscaler اللي بتتقدم من خلال 150 بوب أو Point of Presence، وبتدار بواسطة تليفونيكا SOC Teams المنتشرين حوالين العالم، واللي بيوفروا تغطية 24/7 للشركات والمؤسسات. الخطوة دي بتيجي من تليفونيكا، واللي كانت أعلنت السنة اللي فاتت عن شراكتها مع فورتنت عشان يقدموا مع بعض الساسي والاس دي وان من خلال خدمة بتقدمها تليفونيكا النهاردة اسمها الفليكس وان. وبكده تليفونيكا بتتوسع في البورتفوليو الخاص بالساسي والاس اس اي عشان تضمن توفير خدمات متنوعة من أفضل الفيندورز الموجودين في الماركت. جدير بالذكر برضو ان حد زي زد سكيلر ما عندوش النهارده اس دي وان سولوشن خاص بيه، انما بيعتمد على انتجريشن مع فيندورز تانيين معروفين زي فيرسا وفيموير. ومن اخبار تليفونيكا لاخبار اورنج جروب، واللي اعلنوا برضو عن شراكه مع فورتنت عشان يبنوا الساسي ستاك على الانفراستراكشر الخاصه باورنج. المختلف في الخبر ده عن بقيه اخبار الساسي عامه ان فورتنت بتاخد دايركشن مختلف وعكس بقيه الساسي بروفايدرز التانيين، واللي بيفضلوا ان هم يعملوا هوستنج للساسي ابلكيشنز الخاصه بيهم على الايدج سايتس او على البوبس، وده في الاغلب بيبقى موجود على بابليك كلاود بروفايدر زي AWS. التوجه ده بيخلي الساسي بروفايدر ما بيعتمدش على سي اس بيز ويقدر يقدم الساسي سيرفيس على الانفراستراكشر الخاصه بيه، وده طبعا هيكون ليه تاثير كبير على سرعه الديبلويمنت، لان انت تقدر تعتبره ان هو ساس او سوفت وير از سيرفيس موديل، انما في نفس الوقت ما بيعتبرش افضل موديل للسي اس بيز، لان هو من الناحيه الثانيه بيقلل من الكنترول او من قدرتهم على التحكم الى حد كبير في الخدمه المقدمه لو هم كانوا بس مجرد مانجد سيرفيس بروفايدر. ومن هنا بتيجي وجهة نظر فورتينت، واللي بتحاول تكسب السي اس بيز في صفها بان هي تعمل كولابوريشن موديل حقيقي بينها وما بين السي اس بيز، بانها تعمل ديبلويمنت للساسي ابلكيشنز الخاصه بيها على الانفراستراكشر الخاصه بالسي اس بي، وتستخدم النتورك والايدج كومبيوت ريسورسز بتاعته، وبكده هي بتبني ساسي ستاك متكامل خاص بالسي اس بي، وهم يعتبروا فيندور عادي بيقدم برودكت، على عكس توجه زي سكيلر وبالو ألتو مثلا اللي يعتبر ان هما بيبيعوا وايت ليبل سيرفيس للسي اس بي مش اكتر. مفيش صح وغلط في التوجهين، بدليل ان اوبريتور كبير زي AT&T واخد سازي سيرفيسز من كذا فيندور، منهم زي سكيلر وبالو ألتو وسيسكو وفورتينت. المهم انت كسي اس بي ايه اولوياتك ومتطلباتك وامكانياتك، وعلى اساس كده بتختار الفيندور والسولوشن الانسب. وفي النهايه الساسي والاس دي وان والاس اس اي كلها توبكس وتكنولوجيز جديده الى حد كبير نسبيا، وان كان الشيء الكومن والمشترك ما بينهم هو الحاجه الى اجايل وركينج انفايرمنت، وفي نفس الوقت الانفايرمنت دي يكون فيها اعلى درجات السكيورتي الممكنه، خاصه ان اغلب الشغل دلوقتي بدا يتم على ساس ابلكيشن زي الشير بوينت واوفيس 365. وفي نفس الوقت شركات كتيره بدات تعتمد على الوركينج فروم هوم موديل كموديل رئيسي حتى بعد اقتراب انتهاء جائحه كورونا. كل الاسباب دي خلت موضوع التحكم بالطرق التقليديه سواء من ناحيه النتوركينج او من ناحيه السكيورتي صعب، ومن هنا بتيجي اهميه الساسي والاس دي وان والاس اس اي تكنولوجيز، واللي بتقدر توفر سوفت وير ديفايند ابلكيشن وكلاود سكيورتي تولز متوافقه مع الوركينج انفايرمنتس الجديده. ومن عالم الساسي لعالم الداتا سنترز والهاردوير، وأول خبر معانا من جونيبر وإعلانها عن تحديث جديد لأبسترا داتا سنتر مانجر. وأز ريفريشر فأبسترا هو Intent Based Network Solution من شركة جونيبر، واللي بيتميز إنه السولوشن الوحيد في الماركت اللي يعتبر مالتي فيندور، وبيسبورت مجموعة كبيرة من ال DC equipments من سيسكو وأريستا وانفيديا وطبعا من جونيبر. طيب نرجع للخبر، وهو إعلان جونيبر عن يوز كيس جديدة ومهمة، وهي الإيدج داتا سنتر يوز كيس، واللي من خلالها تقدر تعمل ديبلويمنت وتمانج إيدج داتا سنتر بيتكون من كولابسد فابريك، وهو ديزاين بسيط لداتا سنتر بيتكون من 2 ليف سويتش مش أكتر، بالمقارنة بالديزاين المتعارف عليه ال 3 ستيج كلوز، واللي فيه على الأقل سباين وليف لايرز عشان تعمل نون بلوكينج ديزاين. الخبر ده بيفكرنا بخبر كنا اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت، واللي كان عن اعلان نوكيا عن النتورك كنترول برودكت الخاص بالايدج داتا سنترز،
واللي هو مختلف بالمناسبه عن برودكت التاني كانت نوكيا اعلنت عنه، اللي هو الفابريك سيرفيسز سيستم الخاص بالداتا سنترز العاديه. السوليوشنز دي كلها سواء كانت من نوكيا او من جونيبر بتوضح لك قد ايه الاهتمام الكبير من الفندورز بالايدج يوز كيسز، خصوصا مع الاعتماد الكبير من الانتربرايز كاستمر على الايدج داتا سنترز في تطبيقات زي الاندستريال اوتوميشن والاوجمانتد رياليتي وغيرها. الجدير بذكر برضو ان ابسترا بتقدم الايدج داتا سنتر يوز كيس من خلال نفس الابسترا برودكت، انما بتعمل له بلو برنت مختلف مخصوص اللي هو الكولابسد فابريك موديل الموجود في الايدج. الميزه هنا ان انت هيكون عندك فيزابيلتي احسن لكل الداتا سنترز الخاصه بيك، سواء كانت الداتا سنتر دي عاديه او داتا سنتر عند الايدج، او تقدر تعمل مانج للاثنين من خلال واجهه موحده او سنجل بان فلاس، بدل ما يكون عندك برودكتس كتيره مختلفه لكل يوز كيس ولكل لوكيشن. ومن جونيبر لإنفيديا وآرم، وقصة أكويزيشن حزينة باءت بالفشل بسبب تعنت الهيئات المنظمة وتخوفها من المنافسة الغير شريفة والاحتكار وغيرها من الأسباب اللي دمرت محاولة إنفيديا للاستحواذ على آرم بصفقة كانت هتتجاوز 40 مليار دولار، وانتهت بفشل الصفقة ودفع إنفيديا لغرامات تتجاوز المليار دولار وخطط لتسريح أكتر من 1000 من خيرة شباب آرم. وخلينا نشرح شوية البيزنس موديل بتاع آرم وليه إنفيديا كانت مهتمة بالاستحواذ عليها. آرم أو Advanced Risk Machines هي شركة بريطانية متخصصة في تصميم ال CPU Architectures القائمة على معمارية الريسك أو Reduced Instruction Set Computing، واللي من غير تفاصيل تقنية كتيرة أقدر أقولك إن هي معمارية لبناء ال CPUs بأقل استهلاك للطاقة وأعلى سرعة ممكنة وفي أقل حجم ممكن، واللي لولاها ما كناش شفنا ثورة الموبايل الحالية واللي فيها قوة كتير من الهواتف المحمولة أكبر من كتير من اللابتوبس والبي سيز. ARM ما بتصنعش CPUs، إنما هي بتبيع لايسنسز للسيميكوندكتور مانيفاكتوررز عشان يقدروا يستخدموا براءات الاختراع الخاصة بآرم، وكمان بتاخد نسب من مبيعات الشيبسيتس. وجدير بالذكر إن ARM هو المعمارية المستخدمة في جميع الموبايلات المزودة بكوالكوم شيبسيتس أو ال M1 من أبل وغيرها من السيرفرز والIoT سنسورز والأوتونوموس درايفنج كارز اللي بتعتمد على ARM في تصميم معالجاتها. من ناحيه تانية نيفيديا، واللي معظم الناس فاكره وانا على فكره كنت من ضمن الناس دي، فاكرين ان نيفيديا ما بتصنعش غير كروت الجي بي يو او الجرافيك بروسيسنج يونت زي الار تي اكس 3090 او الجي فورس وغيرهم اللي احنا كنا بنستخدمه في الجيمنج. بس في نفس الوقت نيفيديا هي واحده من اكبر مصنعي الاتش بي سي او الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج، واللي هو معني بالتطبيقات العلميه اللي بتحتاج بروسيسنج باور كبير جدا، تطبيقات زي الفلويد داينامكس والويذر فوركاستنج وتصميمات البوليمرز الحديثه. كل دي ابلكيشنز او تطبيقات محتاجه بروسيسنج باور كبير لان الموديل بتاعها بيدخل فيه بارامترز كتيره. في نفس الوقت بتعتمد على الاي اي والماشين ليرنينج في كتير من النواحي. فهنلاقي البرودكت بورتفوليو الخاص بنفيديا زي ما فيه الجي بي يوز اللي هي الكروت اللي احنا بنستخدمها في الجيمنج، هنلاقي برضو فيه الدي بي يوز واللي هي داتا بروسيسنج يونتس، وكمان هنلاقي عندهم السمارت نيكس اللي هي داخله في تطبيقات التيركو كلاود، واخيرا البروسيسنج اكسلريتورز. كل دي برودكتس بتحاول فيها نفيديا تدرس الريكويرمنتس الخاصه بتطبيقات زي ال 5 جي والهايبر سكيلرز والايدج كومبيوتنج وغيرها من التطبيقات اللي احنا بنسمع عنها طول الوقت في الاخبار هنا. فالشاهد يعني ان نيفيديا واحده من اللاعبين الرئيسيين في المجال بتاعنا. تخيلوا بقى معايا لو نيفيديا كانت قدرت تشتري شركه زي ارم ويبقى ليها اكسس على كل الاي بي او كل الانتلكشوال بروبرتيز والار ان دي الخاص بارم، كان ممكن ايه يحصل؟ ومع ان نيفيديا اكدت اكتر من مره انها مش هتتدخل في شغل ارم ولا هتغير في البيزنس الموديل القائم، بس يعني طبعا الناس ما كانوش مصدقين قوي. من ضمن الناس دول كانوا تقريبا كل الشركات الكبيره، بدايه من مايكروسوفت وجوجل مرورا بالهيئات المنظمه لغايه الاتحاد الاوروبي نفسه وغيرهم من الشركات اللي كانوا متخوفين جدا من حدوث الكونفليكت اوف انترست او الانتي كومبيتيتيف كوندكت. يعني ببساطه كله خاف ان نيفيديا هتسيطر على ارم وهتصعب الموضوع على المنافسين ليهم ان هم يوصلوا للتكنولوجيا الخاصه بارم، واللي طبعا هيخلق نوع من الاحتكار وهيشيل الار ان دي في الشركات اللي بتعتمد على معماريه ارم في اغلب التطبيقات الخاصه بيها. نقطة أخيرة ومهمة، وهي إن كتير من أفكار التطبيقات مثلا زي الأوجمانتد رياليتي موجودة من عشرات السنين، إنما كان دايما العائق أمام تطبيقها مش عدم وجود السوفت وير اللي نفذها، لا، كان عدم وجود البروسيسنج باور الكافية لتحمل التطبيقات دي. فالهاردوير معظم الوقت هو البوتل نيك في تطوير التكنولوجيا، ودايما الديفلوبرز منتظرين هاردوير أقوى عشان تطبيقاتهم الخيالية. وده بيوري قد إيه شركات زي انفيديا وانتل وكوالكوم وغيرهم عليهم ضغط كبير في المجال ده، وقد إيه إن المجال ده هو عصب صناعة التكنولوجيا الحقيقي. تتفق أو تختلف؟ اكتب لنا في التعليقات لو حابب وجهة نظرك. ويلا بينا على الجزء الثاني من الحلقة،
وزي ما نوهنا في الأول إن هي هتكون عن الساسي والSSE. تابعونا.